السلام عليكم بنات، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم فيديو ديالي في احسن وافضل الاحوال. اليوم جيت لكم فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم مملحات اقتصاديه بدون بيض ولا زبده، كيجيو خفافين بحال القطن، كيجيو اكثر من رائعين. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، فكملوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على طريقه التحضير. نبداو بسم الله على بركه الله. في واحد الاناء كندير كاس ديال الحليب يكون دافي، واحد المعلقه مع عمراش كبيره ديال السكر سنيده، معلقه مع عمراش ديال الخميره ديال الخبز. غادي ندير ربع كاس ديال الزيت النباتيه، واحد رشيشه ديال الملح. غادي نخلط المكونات مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيف الدقيق، غادي نضيف 3 ديال الكيسان. غنضيف 2 كيسان الاولين غادي نخدمهم مع بعضياتهم، وغادي نضيف الكاس الثالث. غادي نجمع العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا. وهنا من بعد ما جمعت العجين ديالنا غادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي وغادي نخليها حتى تخمر. نمشيو باش نوجدوا الحشوه ديالنا. غادي ناخذ واحد المقيله فوق النار، غادي ندير فيها شويه زيت الزيتون، غادي نخليوها حتى تسخن، وغادي نضيفوا ليها واحد البصله متوسطه اللي مقطعه مربعات صغيره، واحد الحبه ديال الفلفله صغيره حتى هي مقطعه مربعات، فلفله خضراء. بالنسبه للحشوه دائما كتبقى اختياريه. غادي نضيفوا التوابل اللي غادي ندير فيها شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار، شويه ديال القزبر يابس، وشويه ديال الثومه بودر، والمليحه على حسب الذوق. غادي نخلطوهم على هذا الشكل هذا، غنخليهم غير يدبالوا واحد شويه عاد باش نضيفوا ليهم الكفته. هنا ما تشحرات لينا الفلفله والبصله ديالنا، غادي نضيفوا ليها الكفته وغادي نخلطوها على هذا الشكل، وغادي نخليهم حتى يتشحروا لينا مزيان. وانا من بعد ما شحرنا المكونات ديالنا كيوليو على هذا الشكل هذا، كطيب لينا الكفته. كنضيفوا هنا شويه ديال الزيتون اللي عندنا مقطع، وواحد 2 معالق ديال القزبر والمعدنوس الا كان عندكم يعني طريين من الاحسن. غادي نخلطوا الحشوه ديالنا على هذا الشكل صافي، وغادي نحيدوها من فوق النار. كما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل ديال الحشوه ديالنا، ضروري تكون ناشفه مزيان. من بعد غادي نرجعوا العجينه ديالنا من بعد ما خمرات، غادي نحيدوها من الاناء اللي كانت فيه. من بعد غادي نشكلوها هكا بشكل طولي على شكل حربول طويل، وغادي نقطعوها. بالنسبه للحجم كيبقى لكم اختياري، انا هنا شكلت منها 9 ديال الكرات. غادي نخليهم يرتاحوا غير واحد 3 دقائق تقريبا ونرجع باش نخدمهم. ومن بعد ما ارتاحت لينا العجينه ديالنا على هذا الشكل هذا، كناخذوا اول قطعه ديال العجين كنطلقوها بهذا الشكل هذا. من بعد كنديروا في وسط منها الحشوه. ضروري الحشوه نخليوها حتى تبرد. من بعد غادي نضيفوا شويه ديال الجبن الاحمر والجبن الموتزاريلا صافي، وغادي نجمعوا العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا. كنقرصوا على العجينه مزيان مزيان باش ما تفتح ليناش. من بعد العجينه راه كتكون رطبه ودغيا كتخدم معانا كما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا. ضروري قرصوا على العجينه مزيان باش ما تفتحش. من بعد نفس الطريقه غادي نكمل الكريسات ديالنا كاملين، كنطلقهم بالثلاك بهذا الشكل هذا. كندير فيهم شويه ديال الحشوه، شويه ديال الجبن الاحمر والجبن الموتزاريلا اللي محكوكين، وكنجمع بهذه الطريقه هذه. الخدمه ديالهم راها سهله بزاف وكيجيو غزالين
غير تسكيو عليهم مزيان فاش تسدوهم. صافي هنا من بعد ما كنشكل الكريسات ديالنا كنحطهم في لاطه اللي مفرش فيها ورق الطبخ. شفتوا معايا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندنا كامله. ومن بعد ما كملت التشكيل ديال الفطائر اولا المملحات ديالنا غادي نغطي عليهم تقريبا واحد 5 دقائق يرتاحوا عاد باش نطيبوهم. ومن بعد ما ارتاحوا لينا الفطائر ديالنا كندهنوهم باي صلصه كانت عندنا، صوص اندلس ولا صوص الجيريان، اي صلصه كانت عندكم. يمكن لكم تخلطوا حتى المايونيز والكيتشوب مع بعضياتهم اولا غير الكيتشوب بوحدو، اي صلصه كانت عندكم فيمكن لكم تضيفوها. من بعد كندير هنا شويه ديال الجبن الاحمر والجبن الموتزاريلا اللي محكوكين على هذا الشكل هذا، وكنحطوهم فوق الفطائر ديالنا. كندخلوهم للفران اللي مسخن من قبل، كنشعلوا عليهم حتى كيطيبوا من التحت، عاد كنشعلوا عليهم باش يتحمروا من الفوق. بعد ما خرجت الفطائر ديالنا من الفران كيكون هذا هو الشكل ديالهم. رشيت عليهم شويه ديال المعدنوس مجفف، لكم ديروا حتى المعدنوس طري تقطعوه وتزينوا به على هذا الشكل هذا. فراه كيجيو الفطائر ديالنا رائعين بزاف البنات كما كتلاحظوا معايا. كيجي اللوين ديالهم واخا مدهنا ليهمش البيض راه كياخذوا واحد اللوين اللي زوين، يجي الشكل ديالهم اكثر من رائعين. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا معايا كيجيو خفافين بحال القطن، والعجينه ديالهم كتجي رطبه وهشيشه كما كتشوفوا معايا. كنتمنى تجربوهم وتعجبكم الوصفه، فعلا كيستحقوا التجربه. كما شفتوا معايا الوصفه بدون بيض وبدون زبده، عجينه اللي اقتصاديه وكتجي النتيجه ديالها رائعه البنات بزاف. اكيد الا جربتوهم غادي تعجبكم النتيجه ديالهم. كيجيو خاويين من الداخل وكيجيو خفافين. فكنتمنى من الفيديو اللي شاركت معكم اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الا كملتوا الفيديو حتى الاخير فضلا وليس امرا ما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء. وحتى لاول مره كتزور قناتي كنتمنى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش دائما يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. وشكرا لكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله يا رب.